ما من إنسان في الحياة إلا وتعرض لصدمات مختلفة، ولكن صدمة تختلف عن صدمة، ولا أظن أحدا تعرض لصدمة كهذه الصدمة، صدمة سويد بن غفل بن عوسج الجعفي أبو أمية، وهو أحد كبار التابعين، أسلم وهاجر وجاء إلى المدينة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته، ولكنه وصل حين كان الصحابة ينفضون أيديهم من التراب بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فيا لها من صدمة عظيمة. فما أعظم وقع هذه الصدمة على قلبه وعلى نفسه وفي حياته. سويد بن غفل أحد كبار التابعين، عمر فوق 130 عاما، وكان يصلي بالناس إماما وعمره فوق 120 سنة. ومثله الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيل المرادي الصنابحي، أسلم ثم جاء إلى المدينة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن نفسه: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له: ما الخبر؟ فقال: دفنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل 5 أيام كما جاء في البخاري. صدمة هائلة عظيمة. فقال الصنابحي رضي الله عنه ورحمه: كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 ليال، أي لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لكنت صحابيا. الصنابحي المرادي هذا كان من خيرة التابعين ومن كبار التابعين. هذه الصدمة عبر عنها أنس رضي الله عنه عندما قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. وقال رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وقال غيره: أظلمت الدنيا حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض، وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها من هول المصيبة وعظمها. فعبر حسان رضي الله عنه بقوله: فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الله عليه وسلم.